البحث عن مجد طال انتظاره لا يأتي إلا من خلال الصبر والانتصار وتحكيم العقل واجتياز المسار الذي لازم فريق القوة الجوية في مشواره الهام أمام فريق السماوة في مباراة كان طرفها الأزرق في دقائقها الأولى من خلال ركلة الجزاء التي أتيحت للفريق انبرى إلى تنفيذها أمجد راضي وجدت صدا منيعا من قبل الحارس. الضغط الجوي استمر وكأن شيء لم يكن ليتمجد هذا العطاء بهدف الراضي أمجد. ظن الجميع أن مزيد من الأهداف ستكون حصيلة الشوط الأول، لكن السماوة فاجأ الجميع بهدف اللاعب حسن عاشور. ضياع الهجمات والتسرع في تسجيل الأهداف هو من أخرج القوة الجوية بنتيجة التعادل. المشهد الثاني من المباراة كانت نية الصقور واضحة المعالم من خلال الزيادة العددية محاولين مضاعفة النتيجة يتسنى لهم الحال مرة أخرى عن طريق الهداف أمجد راضي. هدف أعطى دافعا معنويا للصقور وزيادة في الغلة الهجومية ما جعل الخصم متكتلا في الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة على الأزرق، وجاء منها هدف التعادل الذي وضع الصقور في موقف حرج. الدقائق الأخيرة من المباراة كثف القوة الجوية من طلعاته الهجومية يقابلها استقتال دفاعي من قبل السماوة لحين موعد الهدف والذي قد يكون بطعم اللقب في الدقائق الأخيرة عن طريق المنقذ حماد أحمد. نفتخر بهذا الفريق اللي قدمنا وحرزنا القوة الجوية في ملعبه وأمام جمهوره وبكل الإمكانيات المتوفرة. القوة الجوية كانت بكل تشير إلى صالح القوة الجوية، لكن الحمد لله والشكر وقفنا نتقوي، قدمنا مباراة قمة برغم اكو فرق جابت الجوية امكانيات ماديه افضل من عندنا وامكانيات فنيه، لكن خسرت بالثلاثه وبالاربعه. لكن فريقنا كان حتى في الدقائق الاخيره يمكن ضيعنا فرصتين سهله كان احنا نحسم المباراه. كان احنا نقدر نحسم بالشوط الاول، فقدنا ضربه الجزاء وضعنا عدد فرص، وحتى بالشوط الثاني انت شاهدت المباراه مجرد هجمه واحده صار من الهدف. بس احنا كشعب نقول الحمد لله والشكر، امنا على الدوري بنسبه هسه 8%. نقول لا لان بعدنا 3 مباريات نخلص المباراه الجايه من نقطه وصال هي المصيريه راح تكون محدده ان شاء الله وتكون الخاتمه. بعد اجتيازه السماوه وفي درجات حراره متصاعده الحماوه امام جمهوره القادم بلا هوادة، الصقور ورحله البحث عن اللقب السادس باتت قريبا. كثير باقر، العراقيه الرياضيه، بغداد.